السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله مع بعض إياس سنة رابعة هنحل امتحان محافظة الإسكندرية إدارة غرب التعليمية. يلا بينا نبتدي حل الاختبار. السؤال الأول في الاختبار: اختر إجابة الصحيحة مما يلي. العبارة رقم 1: عند وضع يدك على السطح الساخن بيرسل المخ رسالة إلى العضلات، والفعل الذي يصدر منك بعدها مباشرة هو: بتستمر في وضع يدك، ولا بتسحب يدك بعيد عن الجسم الساخن، ولا لن يصدر منك أي فعل، ولا تشعر بالألم. طبعا الإجابة الصحيحة هي إنك أما بتحط إيدك على جسم ساخن أو سطح ساخن، المخ بيرسل رسالة إلى العضلات بتخليك تسحب يدك بعيدا عن الجسم الساخن. أما بقى العبارة رقم 2: ما هي خاصية الضوء اللي بتساعدك على رؤية نفسك في المرآة؟ الانكسار، ولا طول الأشعة، ولا قصر الأشعة، ولا الانعكاس؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي إن خاصية الضوء اللي بتساعد على رؤية نفسي في المرآة هي شطار، برافو عليكم، الانعكاس. أما بقى العبارة رقم 3: عندما ترى شيئا ما الذي يحمل الرسالة من عينك إلى مخك؟ هو الأعصاب، ولا الغدد، ولا الأوردة، ولا العضلات؟ طبعا اللي بيرسل أو بيحمل الرسالة من العين من الحواس إلى المخ هو شطار، برافو عليكم، الأعصاب. أما بقى العبارة رقم 4: يمكن أن تستخدم نقط لإرسال أو استقبال الشفرة. القلب، ولا الرئة، ولا العين، المعدة، ولا العين؟ طبعا عشان أقدر إني أرسل أو استقبل الشفرة أكيد هحتاج إني أستخدم شطار، برافو عليكم، العين. أما بقى العبارة رقم 5 والأخيرة معانا: عندما تريد تحريك جسم بسرعة لابد من نقط طاقة الحركة. تقليل، ولا زيادة، ولا تثبيت، ولا إيقاف؟ طبعا كل ما كان عايز أحرك الجسم بسرعة لابد إني شطار، برافو عليكم، زيادة طاقة الحركة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الأول يا سنة رابعة. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التاني. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. العبارة رقم 1: عندما ترسل رسالة لصديقك يجب أن تكون اللغة المكتوبة بها الرسالة مفهومة. طبعا العبارة دي صح، ما ينفعش ان انا اكتب رسالة لصديقي او اي شخص وتكون مكتوبة بلغة غير مفهومة، الشخص اللي انا ببعت ليه الرسالة مش هيقدر يفهمها، يبقى دي عبارة صح. اما بقى العبارة رقم 2: قوة الجاذبية هي قوة سحب الأعلى. طبعا العبارة دي كلنا عارفين ان هي خطأ، لان قوة الجاذبية هي قوة سحب الأجسام لأسفل. أما بقى العبارة رقم 3: عند ركل الكرة بقدمك فإنه ينتج طاقة حركية. طبعا العبارة دي هتكون عبارة صح. أما بقى العبارة رقم 4: إرسال بعض النباتات لروائح كريهة بيعتبر تكيف سلوكيا. طبعا العبارة دي برضو عبارة صح، لأن ده تغير في سلوك النبات عشان يقدر إنه يتكيف مع ظروف بيئته. أما بقى العبارة رقم 5 والأخيرة: الطاقة هي قدرتك على إنجاز المهام. طبعا العبارة دي عبارة صح. دايما بنسمع الناس تقول أنا عندي طاقة إن أنا أعمل كده النهاردة، أنا ما عنديش طاقة إني أعمل كده. طبعا الطاقة هي قدرتنا على إنجاز أي مهمة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التاني في الاختبار. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التالت. أجب عما يلي. إذا تحركت سيارتان في نفس التوقيت لمدة 20 ثانية، فقطعت السيارة A مسافة 100 متر، بينما قطعت السيارة B مسافة 300 متر، أي السيارتين سرعتها أكبر؟ طبعا السيارة اللي سرعتها أكبر هتكون السيارة B. ليه يا سنة رابعة؟ لأن السيارة B قطعت مسافة أكبر في نفس الوقت. كل ما المسافة كبرت والوقت كان هو كل ما ده كان بيبين على السرعة.
أما بقى رقم 2، بتعيش بعض الكلاب في بيئة باردة بينما يعيش بعضها في بيئة حارة، في رأيك أيهما يمتلك فراء كثيف ولماذا؟ طبعا الإجابة هتكون إن الكلاب اللي بتمتلك فراء كثيف هي الكلاب اللي تعيش في البيئة الباردة. طب وليه؟ طبعا ده لأنه هيساعدها على تحمل انخفاض درجات الحرارة. لكن طبعا لو الفراء الكثيف ده موجود عند بقى الكلاب اللي بتعيش في البيئة الحارة، فده هيخليها ان هي تشعر ان الجو حر جدا وان درجات الحرارة مرتفعة جدا، وطبعا ده هيؤدي الى ان الكلاب دي هتموت بفعل درجات الحرارة المرتفعة وتنقرض الكلاب دي. اما بقى العبارة رقم 3، بتمتلك بعض الحيوانات القدرة على الرؤية في الظلام بسبب نقط. طبعا في حاجة معينة ما بتكون موجودة في بعض الحيوانات، الحاجة دي بيكون اسمها البساط الشفاف. البساط الشفاف دي بتكون موجودة خلف الأعين، ودي بتكون بتساعد الحيوانات على الرؤية في الظلام أو الرؤية في الليل. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث في الامتحان. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال الرابع، صل من العمود ب ما يناسب العمود ألف. خلي بالنا كويس جدا ان العمود ألف فيه اختيارين بس، اما العمود ب فيه 3 اختيارات. تعالوا نشوف ميم شرطة س. تفتكروا ميم س دي معناها ايه او تعبير عن ايه؟ ميم دي اختصار كلمة متر، وس دي اختصار كلمة ثانية، يعني متر كل ثانية. طب متر كل ثانية دي ايه؟ تفتكروا وحدة لقياس المسافات الطويلة، ولا وحدة قياس السرعة، ولا تؤدي لعدم حركة الجسم الساكن؟ طبعا المتر كل ثانية وحدة قياس السرعة. أنا أما بحسب سرعة جسم بقول إن سرعته كذا متر كل ثانية، يبقى هنا كده هنكتب رقم 1. طبعا المتر كل ثانية دي ما تنفعش وحدة لقياس المسافات الطويلة. أما بقى العبارة رقم 2، القوة المتزنة. طبعا القوة المتزنة هتكون إجابتها إن هي بتؤدي لعدم حركة الجسم الساكن. لازما الجسم الساكن عشان يتحرك إن تأثر عليه قوة غير متزنة. يعني هنكتب كده العبارة رقم 2، نكون عارفين إن القوة المتزنة دلالة على إن الجسم ساكن، القوة غير المتزنة دلالة على حركة الجسم. كده بالشكل ده نكون يا سنة رابعة انتهينا من حل امتحان محافظة الإسكندرية، الامتحان الرابع في امتحانات المحافظات. بتمنى طبعا ان الفيديو يكون مفيد ليكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله من فيديوهات قناة بوابة العلوم.